كنتمنى تجربوا هاد الصينيه ديال الكفته ديال الحوت، كنتمنى تجربوها وغتعجبكم وغتعجب وليداتكم. وندوز المكونات والطريقه. السلام عليكم اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم تكون على خير. اليوم نقدم لكم كفته السرديل في الفران على شكل كفته ديال اللحم، بمذاق الكفته ديال اللحم ماشي بمذاق الكفته ديال السرديل. هذه حيله للوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا لينا السرديل، كنديروا ليهم هاد الطريقه هذه. كما كنعرفوا الكفته ديال اللحم راه ما عرفتش باغا توصل، غلات بزاف. عندي هنا كيلو ونص ديال السرديل طحنت معاها قزبر ومعدنوس. وعندي هنا 3 المطيشات و3 البصلات، وحده طحنتها، جوج غنخليهم نديرهم دواور. وعندي جوج مزاود ديال الحار. وعندي هنا العطريه ديال الحوت مخلطه. وعندي هنا زيت الزيتون وزيت العود. وعندي هنا الملحه. وعندي هنا الشحمه ديال الكلوه اللي طحنتها. دابا غنبداو بهاد الكفته الرقدوه هي الاولى. بسم الله. غندير بصله مطحونه، غندير الشحمه مطحونه، غنبدا ندير الملحه ما نكتروش، غندير العطريه ديال الحوت، غندير زيت الزيتون، غنخلط مزيان هاد الكفته. طالعه من الريحه ديال الكفته ديال اللحم. نخليها ترقد شي شويه ونغسل ايديا ونجي نقطع هاد المطيشه والبصله. دابا غنقطع هاد البصله دواور. ملي غنقطعها غنديرها تشحر في المقله مع شويه الزيت والملحه باش دغيا طيب، باش ما تجيناش كتغزز. كتجي زوينه هاد الاكله وغتعجبكم وغتعجب وليداتكم. بعد ما قطعتها غادي نفرقها على بعضياتها باش دغيا تشحر ليا في المقله. غنقطع مطيشه هي دواور. مطيشه ما غاداش نشحرها، غنشحر غير البصله. بعد ما شحرت البصله خليتها كتبرد شويه. دابا غندير التوابل المطيشه. درت هنا شويه البزار، شويه الكمون وشويه التحميره. نقدر نبننها شويه باش تجينا بنينه. غندير فيها شويه زيت الزيتون، غندوز نشكل هاد الكفته كويرات. غنديرها كويرات كبار. كنلقموها مزيان، عاد كنديروا لها هاد الطريقه هذه باش يجيونا كويرات كبار مع البصله ومطيشه في الصينيه باش يجيونا مقادين. غنحط في هاد الصينيه هذه.
من بعد غنكمل معكم وغنزيد تود الملحه اللي ما زدتوش في المطيشه. غنكمل الكفته في التكوار وغادي نبدا نستفها في هذه الصينيه ونرجع معكم. بعد ما بديت كنشكل بهذه الطريقه هذه كندير مطيشه لتحت وكندير عليها البصله بحال هذا الشكل هذا. اكيد غتعجب الوليدات وغادي يبغيوها. البصله شحرتها ولات بحال كنطيبها نص طيبه باش ما تجيناش خضره، على حسب غنديروا العافيه غير من التحت باش كيطيب لنا على خاطر. غنكمل سميتو التشكال ونديرها في الفران ومن طيب ان شاء الله نرجع معكم. هذه الكفته اللي وجدنا مع بعضياتنا هي هذه كما كتشوفوا. غادي تعجبكم بزاف وغادي تجربوها ان شاء الله، ولا جربتوها خليوها لي في الكومونتير. وكنتمنى الاخوات كاع اللي اشتركوا في القناه ديالي يفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد. والسلام عليكم.